استخدام حسام أشرف كمهاجم تاني في بداية الهجمة على الورق علشان يبتدي من أعلى نقطة في قلب دفاع الخصم، وبعدين يبتدي ينزل لتحت لمركز 10، والزمالك بيطلع الكرة لقدام وبيبني هجمته علشان يبقى متاح على حدود ال 18 بدون رقابة ويستغل قدرته على التسديد. وهي نفس الفكرة اللي نجح الزمالك عن طريقها في تسجيله للهدف الثاني. حسام أشرف بيبتدي في قلب خط دفاع الطلايع علشان تتأكد كمان إن دي تعليمات جروس. شوف تحرك ناصر منسي المهاجم الحقيقي لقلب ال 18، في حين إن حسام مش مهتم أصلا يدخل ال 18، وبالفعل تظهر مساحة كبيرة على حدود ال 18. سببها ببساطة إن ناصر منسي اتحرك لقلب ال 18 وأخد انتباه المدافعين، وحسام أشرف في نفس الوقت اتحرك عكسه ونزل لتحت بدون رقابة، وبالفعل يقدر حسام أشرف يسجل هدف من تسديدة ولا أروع.